أصبحت اللاعب نهايل بن زينة مدافعة منتخب المغرب بشكل مفاجئ حديث الساعة بفضل تألقها في مونديال السيدات. وبعد أن غابت عن مواجهة الافتتاح ضد ألمانيا، عادت لتظهر في تشكيل المدرب الفرنسي رينالد بيدروس أمام كوريا الجنوبية وكولومبيا، وأسهمت في تحقيق انتصارين متتاليين. ووفق مصدر خاص لقناة من أجل تعرف من أستراليا فإن بيدروس مدرب منتخب المغرب للسيدات قرر أن تكون نهايلة بن زينة أساسية أمام فرنسا في مباراة الدور الثمن النهائي لكأس العالم المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وباتت نهايلة بن زينة أول لاعبة في تاريخ مونديال السيدات تشارك مرتدية الحجاب، وذلك في ظهورها الأول بالبطولة ضد كوريا الجنوبية، حيث حقق منتخب المغرب أول فوز له أيضا في تاريخ المسابقة 1-0. وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جياني إنفانتينو قد قابل نهايلة بن زينة، ثم أشاد بها عبر حسابه في إنستغرام، ووصف مشاركتها بالحجاب بأنها إنجاز ذو أهمية كبيرة، معتبرا النجمة المغربية بذلك رمزا للاندماج